خلينا متفقين ان المحاكاة الصاخرة لما بتتعمل في اي فيلم بيكون اثرها حلو على اي مشاهد، انك تشوف مشهد من فيلمك المفضل موجود في فيلم تاني، والمشهد ده بيأديه برضو ممثل تاني غير الممثل الاصلي بس بشكل كوميدي وفكاهي حبتين. دايما المحاكاة الصاخرة بتلعب على عامل النوستالجيا الموجود عند الجمهور، بس المحاكاة الصاخرة ما بتكونش بس عبارة عن تقليد لمشاهد موجودة في أعمال اتعرضت قبل كده. انت ممكن تشوف المحاكاة الصاخرة في أسماء المسلسلات والأفلام. طيب بعيدا عن المسلسلات والأفلام، في سنة 2007 ظهرت قناة على التلفزيون فكرتها كلها قايمة على المحاكاة الصاخرة. موجة كوميدي، القناة اللي كلنا بنحبها واللي شكلت جزء كبير من طفولتنا. كان واضح جدا ان القناة اول لما ظهرت ان عندها خطة إبداعية جديدة مش موجودة عند اي قناة، وانها فعلا هتسيطر على عرش الكوميديا. وده اللي اكدته لينا القناة لما رفعت شعار الضحك من اول نظرة. والصراحة هما ما كدبوش خالص، لأن فعلا لما تشوف قناة موجة كوميدي على التلفزيون انت هتضحك من أول نظرة. موجة كوميدي ما سابتش أي محاكاة صاخرة غير لما عملتها، مش بس الأفلام والمسلسلات، ده كمان حتى البرامج. عندنا مثلا نشرة أخبار عزة اللي كان بيقدمه ياسر الطوبجي، برنامج كوميدي ساخر كان بيتريق على نشرات الأخبار اللي كنا بنشوفها زمان على التلفزيون. كمان شفنا برنامج توك شو اللي كان عبارة عن تحفيل جماعي على عبط برامج التوك شو اللي كانت مغرقة القنوات في الفترة دي. بالنسبة بقى للمسلسلات والأفلام، فموجة كوميدي أنتجت مسلسلات كوم وأفلام كوم، وقررت إنها تعمل محاكاة ساخرة بطريقتها لكل الأفلام القديمة والمسلسلات اللي إحنا كنا بنشوفها زمان. بس موجة كوميدي ما بتقفش عند كده، دي كمان بتقرر إنها تعمل كرتون سرحان ونفيسة اللي كان عبارة عن محاكاة ساخرة للأفلام، بس المرة دي المحاكاة إحنا بنشوفها في الكرتون، ودي كانت حاجة جديدة وقتها ما اتقدمتش قبل كده. الكرتون كان ممتع جدا ومسلي، ونقدر نقول انه كان من احسن الحاجات اللي اتعرضت على القناة في الوقت ده، وعلت من نسبة مشاهدتها عند الاطفال اللي هم اكتر شريحة بتقعد قدام التلفزيون. موجة كوميدي انا ما بعتبرهاش قناة، موجة كوميدي هي كوكب الكوميديا. لا مش قصدي على كوكب كوميديا بتاع سبيستون. بمناسبة سبيستون فانا هعمل عنها فيديو جديد قريب، ما تستعجلوش، في حاجات كتير حلوة جاية هعملها لكم على القناة. بس يا ريت لو وصلتوا لحد هنا دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وكمان يا ريت تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. نرجع لموضوعنا. موجة كوميدي كان ليها أجواء خاصة بعيدا عن أي قناة. لما كنت بتفرج على موجة كوميدي زمان كنت بستنى الفواصل بتاعتها عشان أقعد أضحك عليها. أنت لما بتتفرج على أي قناة بتكون متضايق لما يجي فاصل، لكن مع موجة كوميدي الموضوع كان مختلف شوية. خلال الفواصل كنا بنشوف مجموعة من السكتشات الكوميدية القصيرة، وكان بيقدم السكتشات دي ممثلين محدش يعرفهم وجوه جديدة. وبمناسبة الممثلين، موجة كوميدي قدمت جيل جديد من الكوميديانات اللي ظهروا على الساحة بعد كده بعد ما ساهمت القناة في انتشارهم بشكل كبير. أبرزهم طبعا هو أكرم حسني اللي كان هو أكبر اكتشاف لموجة كوميدي، وفي نفس الوقت كان أكبر إنجاز ليهم بشخصية أبو حفيظة المشهورة اللي قدمها أكرم حسني، اللي كانت بدايتها مع موجة كوميدي ببرنامج نشرة أخبار الخامسة والعشرون. ولأن الشخصية دي علمت قوي مع الناس وحبتها، القناة قررت تنتج برنامج تاني لأبو حفيظة. شفنا في البرنامج ده انهم كانوا بيحكوا السيرة الذاتية لشخصية ابو حفيظة الايقونية وبنشوف قصته الكاملة. البرنامج كان اسمه الكابوس، وهو كان محاكاة ساخرة لبرنامج الحلم اللي كان بيحكي قصة حياة عمرو دياب. في سنة 2013 بتدخل القناة مرحلة جديدة بعد ما بتنضم لشبكة قنوات الحياة، وهنا كان واضح قوي ان موجة كوميدي هتحقق نجاح كبير بعد الانضمام ده، لكن حصل العكس، وهنا كانت بداية انهيار موجة كوميدي اللي كان اخر بس ليها في سنة 2018، والقناة قفلت تماما. وخسارة فعلا ان قناة حلوة زي موجة كوميدي تختفي من على التلفزيون. الحياء العام بإحدى السيارات في الطريق الدائري خلف القمر الصناعي. بس بعيدا عن موجة كوميدي، تعالوا دلوقتي نكسر الجدار الرابع للتلفزيون ونتكلم عن قناة تانية. بس احنا مش هنتكلم عن اي قناة، دي غريمة موجة كوميدي. قناة نايل كوميدي كان في تنافس كبير بينها وبين موجة كوميدي في الفترة دي. القناة كانت معظم برامجها برضو قايمة على المحاكاة الصاخرة زي افيش وتشبيه اللي كان انطلاقة الثلاثي فهمي وشيكو وماجد، وبرامج كتير حلوة زي كان كده بقى كده وحكومة شو وكرسي في الكلوب وفاصل مش اعلاني وكمان اي كلام فاضي معقول. نايل كوميدي كمان حاولت تنافس موجة في الكرتون لما انتجت لينا كرتون بسنت ودياستي والقبطان عزوز. كان واضح قوي المنافسة الشرسة اللي موجودة ما بين القناتين، لدرجة ان المسلسلات والافلام اللي كانت بتتعرض على موجة كوميدي كنت بتلاقيها بعدها شغالة على نايل كوميدي بساعتين تقريبا.
كل قناة فيهم كان فيها لوجو حلو ومعبر زي لوجو موجة كوميدي بالظبط، بس انا بفضل لوجو نايل كوميدي بتاع 2009 اللي كان عامل زي شعار اضحكني بتاع الفيسبوك حاليا. تعالوا بقى دلوقتي نكسر الجدار رابع تاني للتلفزيون ونتكلم عن قناة تانية كانت واحدة من اهم نجوم العصر الذهبي للقنوات المصرية. صابونة نابلسي وحمام مشترك ومايوهين. قناة ميلودي أفلام بدأ بثها في سنة 2011 وكانت مملوكة لصاحبها جمال مروان. القناة دي كان ليها جو مختلف برضه. القناة كانت بتقدم خلال الفواصل بتاعتها مجموعة من السكتشات بين وديع وتهامي باشا. في السكتشات دي كنا بنشوف محاكاة ساخرة للأفلام، وحملة الإعلانات دي كانت واخدة شعار أفلام عربي أم الأجنبي. ومع نجاح حملة الإعلانات دي القناة أنتجت فيلم أنا بضيع يا وديع واللي كان من بطولة وديع وتهامي، بس الفيلم محققش النجاح المطلوب. القناة بعد كده عملت حملة تانية وكانت الحملة بعنوان الحقيقة المرة اللي شفنا فيها شخصيات زي حمزاوي والميلودي مان. بس بعيدا عن إن قناة ميلودي كانت فعلا أحسن قناة أفلام موجودة في الفترة دي، لأنها برضو كانت قناة وحشة، لأنها كانت بتعتمد في أغلب سكتشاتها على اللبس الخليع والإيحاءات الجنسية اللي كانت بزيادة قوي وكانت وحشة بصراحة جدا. مع الذئاب ده اسم، اصل البدو بيسموا الواحد حسب. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وكمان ياريت تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد.